الحدوته بتاعت النهارده عن سيمبا في الغابه ومراته بتدور عليه. سيمبا كان بيشوف كل الحيوانات عايزه ايه كل يوم، وكل واحد تعبان يوديه للدكتور ويجيب له الحكيم بتاع الغابه، وكل واحد عنده مشكله في الغابه من الحيوانات بيحلها له. فمراته قلقت عليه قوي وجت ندور عليه. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. يا سيمبا، يا سيمبا، يا اسد سيمبا، انت فين؟ انا بدور عليك من بدري قوي. الله، في ايه يا ام سيمبا؟ ايه اللي جابك الغابه؟ ما قعدتيش في البيت ليه؟ ايه بس اللي خليكي تيجي تدوري عليا؟ انت بقالك يومين ما جيتش البيت وانا قلقت عليك جدا، وكمان الولاد بيدوروا عليك، وكمان سيمبا واخته بيعيطوا عليك. هو ما ينفعش كده انك انت تقعد يومين برا البيت. يا ام سيمبا خدي بالك من العيال، وبعدين يعني امال اخد بالي من الغابه ازاي؟ الله، ايه يا ام سيمبا، ارجعي البيت يلا. طب انا عندي فكره، انك انت تخلي عندك مساعد، تخلي عندك حد يشور عليك تعمل ايه. مش كل حاجه عليك انت، وكل مشاكل الحيوانات عليك، مش هينفع كده. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا ام سيمبا؟ بص يا ابو سيمبا، انت تجيب الفيل الحكيم بتاع الغابة، وبعدين تقوله انك انت بتتعب قوي من مباشرة امور الحيوانات، وفي نفس الوقت انت ما بتشوفش ولادك، وده غلط. ايه رأيك في الكلام ده؟ عندك حق يا ام سيمبا. طب ايه رأيك انت تروحي وتعدي على الفيل وانت ماشية وتقولوا له تعالى يكلمني، وانا هعرض عليه الامر، واكيد هنوصل لحل هيرضي كل الاطراف. طيب انا هروح، بس انت تعالى على الغدا عشان تتغدى معانا انا والولاد. في ايه يا اسد سيمبا؟ ام سيمبا عدت عليا وقالت ان انت عايزني في حاجه مهمه. يا ترى ايه هي الحاجه دي؟ بما ان انت حكيم الغابه، انا عايزه اقول لك ان انا بتعب قوي مع الحيوانات. انا نفسي كمان اريحهم وكمان ارتاح. ايه رايك ان انا عايزه اعين مساعد ليا؟ اختار مين من الحيوانات يبقى مساعد ليا؟ هي فعلا فكره حلوه قوي ان انت تختار مساعد ليك، بس لازم يكون حد بيحب كل الحيوانات، وحد يكون شاطر وذكي ويقدر يفهم كل الحيوانات ويسمع كلام ويسمعهم. ايه رأيك في الجمل؟ اهو حد صبور وما بيشتكيش ابدا. لا، مش هينفع. الجمل عالي قوي ومش هيعرف يفهم الحيوانات. وفضل الفيل يقترح على الاسد سيمبا اسماء حيوانات كتير قوي علشان يبقوا مساعدين للاسد، لكن الاسد كان ليه تفكير تاني. كان بيفكر في ايه؟ ان يكون حد يعرف يدافع عن الحيوانات. قعد يقول اختار مين، الثعلب ولا النمر؟ النمر قوي والثعلب عنده دهاء. وفعلا وقع تفكيره على الثعلب. خلاص يا اسد سيمبا، مادام انت شايف ان الثعلب مناسب انا موافق، بس بشرط يراعي الحيوانات وخلي بالك من تصرفاته. بص يا تعلوب، انت هتبقى المساعد بتاعي في الغابة، وهتاخد بالك من الحيوانات وهتساعدهم وتسمع لهم، وكل واحد عنده شكوى هتبص تعمل له كل حاجة. ماشي يا تعلوب؟ طبعا طبعا يا ملك الغابة، ده انا هاخد بالي من الحيوانات كلها، ده انا هعمل لهم كل حاجة هم عايزينها. ولا يهمك، وانت خلي بالك بس من نفسك، ونام كويس وكل كويس وما تقلقش خالص خالص على الغابة. طيب خد بالك يا تعلوب، انا مروح دلوقتي. ايه ده انا بقيت مساعد الاسد، يعني بقيت الوزير مش هو الملك، يبقى انا كده الوزير. يا سلام، ده انا كل يوم هعمل اللي انا عايزه في الغابة، هاكل كل يوم. يا سلام، غزالة واتنين، وهاكل ارانب وهشبع وهبقى عايش في سعادة. ايه اللي انا فيه ده؟ وفعلا تعلوب اساء معاملة الحيوانات جدا، وبقى بياكلهم ويطردهم بره بيوتهم ويعملهم وحش جدا جدا. وكانت تيجي الحيوانات تشتكي للأسد ولا كان بيسمعهم. الحقنا يا ملك الغابة، الحقنا، احنا الحيوانات، احنا جايين نستنجد بيك من الثعلب المكار ده، وحش قوي، احنا مش بنحبه خالص، وبعدين بقى لازم تشوف لنا حل.
في ايه يا حيوانات الغابة؟ واحد بس اللي يتكلم ويقول شكاوي الحيوانات كلها. وفعلا ابتدت البقرة تتكلم وتقول له ان الثعلب بيبهدلهم خالص، راح يعالج اخو الخروف كله، وحتى ابن البقرة الصغنن كله، وبياكل البيض بتاع الفرخة ومبهدل كل الحيوانات. انت فين يا تعلوب؟ كل الحيوانات بتشكي منك انك انت ما بتحكمش بالعدل. لو سمحت ممكن تعين قاضي يحكم بين الحيوانات ويتصرف بيهم كمان. يا اسد سيمبا، انا لازم اشد على الحيوانات علشان اعرف احكمهم، امال ازاي هبقى مساعد ليك وانا لازم اشد عليهم قوي عشان يسمعوا كلامي. وفعلا اختار تعلوب الذئب يبقى القاضي بتاع الحيوانات، وكان طبعا هما الاتنين متفقين مع بعض ان كل حاجة هيعملوها سوا. انا لازم اروح الغابة واشوف الثعلب بيعامل الحيوانات ايه، وحش ولا حلو. انا لازم ما اسيبش الحيوانات، مش انا الملك بتاعهم. وفعلا الاسد سيمبا استخبى ورا شجرة علشان يشوف الثعلب بيعامل الحيوانات ازاي. يا حيوانات الغابة اجمعوا عندي هنا، انا عايزكوا حالا. انا عايز اكل يا حيوانات الغابة، انا عايز اكل خروف سمين، ولازم تجيبولي خروف حالا، انا جعان. بس الخروف عيان ومحدش يقدر يجيبه هنا. انا قلت انا جعان يعني جعان، لازم اكل خروف سمين. وتأكد الاسد سيمبا ان الثعلب بياكل الحيوانات وبيعملهم معاملة قاسية هو والذئب، وفعلا خلى الذئب يحكم على الثعلب حكم جامد قوي. ايوه يا اسد سيمبا، انت بعتلي عشان ايه يا اسد سيمبا؟ انت هتبقى المساعد بتاعي قصاد الحيوانات، وانا عارف ان انت بتحبهم وهم بيحبوك، وانك انت طيب، وانك انت كمان هتبقى القاضي بتاعهم علشان انت بتحكم بالعدل. الله، امال فين الثعلب المساعد بتاعك والذئب اللي هو القاضي؟ انا اتأكدت من ان الثعلب بياكل الحيوانات، علشان كده خليت الذئب حكم عليه، وكمان طردت الذئب بره الغابة عشان نرتاح منهم هما الاتنين، لانهم ما كانوش بيحبوا الحيوانات. الحيوانات رجعت تحب الاسد سيمبا تاني، وكمان حبوا الحصان قوي علشان هو كان طيب وبيساعدهم على طول، وكان بيحكم بينهم بالعدل وما كانش بيأذي حد منهم، وكان بيساعدهم في كل حاجة هم يعوزوها منه.